ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ جيت لكم بانمي جديد وحلقه جديده. بس طبعا قبل ما نعمل اي حاجه متنساش تشترك لو اخواتنا في فلسطين، تعمل لايك وسبسكرايب في القناه. يلا بينا تبدا الحلقه بتاعتنا، وان احنا بنشوف واحده بتدخل مكان وبتجيب كتاب من الرف وتقراه وهي مبسوطه، وبننتقل لمشهد ان جيش من الشياطين بيهجم على قلعه، وبنشوف خنزير بيقول لسيده احنا كسرنا بوابه القلعه واقتحمنا المكان، فبيقول له عاش، ده كان اسرع من اللي توقعته. وبنشوف المعركه شرسه، وده يموت في ده ودول يتقاتلوا على واحد، ولكن بنلاحظ ان المعركة ميالة لكافة الشياطين. وبننتقل لقائد قوات المدينة وبيبص وراه، فبيقول له مش محتاج اسأل انت مين، لانك قائد جيش سيد الشياطين. فبيقول له لا يا باشا، اصحح لك المعلومة، انا ايك قائد الكتيبة السبعة من جيش سيد الشياطين، ودلوقتي قدامك 3 خيارات. اول حاجة انك تستسلم وتسلم اراضيك، تاني حاجة تقتل نفسك بايدك كراجل ذو مكانة وشرف، ثالثا واخيرا اهرب. بينما انا بستمتع بالمنظر خارج الشباك. غريبة مع انك شيطان ولكن بتظهر الرحمة، ولكن مش بتناسبني اي من خياراتك ديت. وبيهجم عليه، فبيقول له كنت متوقع كده، وبيهزمه ويوقعه على الارض. بيجي الخادم بتاعه ويقول له الحمد لله انك كويس، فبيرد يقول له عالجه وكمان الجنود اللي استسلموا. فبيتصدم من اللي بيقوله، وبنشوف واحدة بتراقبه من خلال البلورة بتاعتها وبتقول السيطرة على مدينة ارسنام ما خدش غير اسبوع، وكمان بكتيبة واحدة. فعلا عندك امكانيات كويسة زي ما كنت متوقعه. بنشوفه بيعمل حاجز سحر في الأوضة وبيبص من الشباك ويقول المعركة انتهت. هكدب لو قلت اني مش حاسس بالذنب تاني، لان قتلت ناس كتير ومستحيل اتعود على الدم واللي بيحصل في الحرب ده، لاني بشري ومش شيطان. كان معلمي رومبرغ ساحر عظيم، ولكن هنسميه روم، وكان عنده معرفة كاملة بكل انواع السحر والحضارة المتقدمة في العالم، وخدني وانا صغير ورباني معاه مع اني بشري، وعلمني كل اللي يعرفه عن السحر بتاعه. ولكن في اخر كلماته قبل ما يموت قال لي ما تقولش لحد عن الحضارة المفقودة، لانها هتجيب كارثة معاها في يوم من الايام. وقال لي كمان اني ما اخلعش الرداء او القناع اللي لابسهم ابدا، لان لو عرف سيد الشياطين اني بشري مش هيسامحني ابدا. الاوضة اللي انا فيها محاطة بحاجز قوي ومحدش يقدر يخشها بدون اذن مني. ولكن بنلاقي ان في واحدة تحت المكتب مبخت من يومك يا ابو السلكان. بيقول لها انت مين ومن امتى وانت هنا؟ فبتقول له ما تقتلنيش، اعتبرني ما شفتش حاجة. فبتتخبط في المكتب ويغمى عليها. فبيقول ده انا اللي عايز اعيط، خفيت هويتي لمدة 20 سنة وفي الاخر تكتشف بالطريقة ديت. وبننتقل لمشهد في المدينة. الخادم بيقول له الحمد لله سيطرنا على المدينة، ولكن مش شايف انك بتسيب كتير من البشر يعيشوا؟ فبيقول له ما تقلقش، سيد الشياطين الجديد مش زي اللي قبله، هو بيهتم بالنتيجة بس. فبيقول له ولكن كل القادة بتقول اننا نقدر نقتل كل الناس ونحرق المدينة. فبيقول له يا اخواتك لو قتلناهم كلهم هناخد من مين الضرايب؟ وكمان ارسنام مدينة تجارية، مين اللي هيتاجر في مدينة مفيش حد عايش فيها؟ فبيظهر قدامهم مجموعة من البشر ويقولوا ممكن شوية من وقتك. فالخادم بيقول له انت مش مسموح لبشر حقير زيك يتكلم لسيدي ايك. فبيقول له اسكت انت، تتكلم يا حاج. فبيقول الحاج هو المفروض ندفع ضريبة قد ايه لجيش سيد الشياطين؟ فبيقول له نفس اللي كنت بتدفعوه قبل كده. فبيتبسطوا من الكلام اللي سمعوه، ولكن كل اللي يعارض جيش سيد الشياطين هيتعاقب مهما يكون مين. مرة واحدة بيختفي من المكان اللي كان فيه، وبيلاقي ان في وحش وراه وبيهجم عليه وبيتفادى ضربته. وبيقول يا قائدة انتوا باعتين انك مش هتستدعيني فجأة. وبنشوف انها واقفة بتتفرج عليه. بيستدعي العصاية بتاعته ويخلص على الوحش. بتقول له الطفل الصغير اللي كان بيحميه جده دلوقتي كبر وبقى راجل قوي. بنعرف انها قائدة الكتيبة السبعة لجيش سيد الشياطين، واسمها سفرو، وانها الشيطانة الوحيدة اللي تعرف حقيقته. بيقول لها ليه طلبتني فجأة؟ هو الموضوع ليه علاقة بمدينة ارسنام؟ بتقول له ما تقلقش، هتباع لي كل حاجة، ازاي سيطرت على المدينة وايه اللي عملته بعد ما سيطرت عليها. ولكن انا طلبتك عشان دايرو كوتين عايز يشوفك شخصيا، وده يا صديقي سيد الشياطين وهنسميه دايرو. وبتصحى البنت من النوم وبتمشي، ولكن بتتخبط في الحاجز وبتشوف اكل وبتلاقي طعمه حلو، فبتنقض عليه وتخلصوا. وبيوصلوا لقلعة سيد الشياطين. وهما ماشيين وبيقربوا من البوابة بيقول لها هما بيفتشوا كل سحر يخش القلعة. بتقول له طبعا، هو انت متخيل ان حد ممكن يقابل سيد الشياطين من غير تفتيش؟ فبيقول لها طب هنعمل ايه دلوقتي؟ فبتقول له ما تقلقش، سيب لي الموضوع ده. بتعمل حاجة وتخلي ايك تطلع منه هالة سحر قوية. فبيقول الراجل ده اللي متوقع من حفيد روم تعرف جدي؟ فبيرد عليه ما فيش شيطان ما يعرفش اسم الساحر العظيم. بنشوف سفره من وراهم بتقول هنفضل واقفين، سيد الشياطين مستني. فبيوصلوا عند الباب اللي وراه سيد الشياطين. بتقول له سفره استنى هنا، هروح اتكلم معاه واجيلك. فبيقول ان سيد الشياطين قلب موازين الحرب ضد البشرية وخلى الشياطين اليد العليا في معركة واحدة. وبتقول الشياعات انه مش بيرحم وبيقتل اي حد شايفه مهمل، ولكن الميزة انه بيستغل الشخص حتى لو ما عندوش سحر او قوة بدنية، وبيحكم عليه
بناء على القدرة بس. بتنادي عليه صفر وتقول له ادخل. سيد الشياطين بيقول له انت بقى ايك اللي سمعت عنه ارفع راسك. فبنلاقي انها بنت وكمان سيد الشياطين. فبتقول له سمعت انك سيطرت على مدينة ارسنال في خلال اسبوع بس. فبيقول لها ايوه ده كله حصل بفضل القائدة. فبتقول له ايه التواضع ده اكنك بشري. صفر تتدخل بسرعة وتقول ده حفيد روم الراجل اللي سموه بحارس الجحيم. فبترد وتقول ده يفسر تواضعه كان راجل عنده افكار عميقة. وبتلمح وتقول علشان كده ما قتلش الناس او اعدم القائد ويسيطر على المدينة من غير خسائر تذكر. بيقول جواه كان لازم اسمع لجيرون وده اسم الخادم بتاعه واعدم القائد علنا اكني شيطان ولكن انا بشري ما اقدرش اعمل كده. بيقول لها لما تقارني انتاجية المدن اللي اتعدم فيها القادة على ايد الشياطين مع المدن اللي سابوا فيها القادة عايشين نعرف وقتها ايه الافضل لجيشنا. بيقول جواه انا اتكلمت معاها شوية ولكن هي تعرف عن الحضارة القديمة كويس. فبتظهر قدامه وتقول انت مختلف عن بقية الشياطين عايز اشوف وشك الحقيقي ورا القناع ده المرة الجاية. وبتمشي من المكان. صاحبنا كان مفكر انه خلاص امره انتهى. صفر بتقول له بالمناسبة هي ادتك مكافأة ولكن هي اشبه بعقاب من وجهة نظري. بيروح للبنت اللي اغمى عليها فبيلاقيها اللي لسه نايمة. انت اصحي اسفة ما تقتلنيش هعمل اللي انت عايزه مش عايز اموت. فبيقول لها ما تقلقيش مش هقتلك انت اسمك ايه. فبتقول له 13 لاني من العبيد ولكن امي بتناديني ساتي. فبيقول لها انت من دلوقتي الخادمة بتاعتي لانك عرفت سري. فبتفرح وتقول له شكرا. وبنعرف ان العقاب انه هيكون مسؤول عن مدينة. الخادم بيهنيه على انه بقى حاكم لمدينة ايفالياس. بيقول لها ليه ايفالياس. بترد وتقول لانها ابعت للجنوب وكمان هتكون في الصفوف الأولى للحرب من دلوقتي. هي كمان مهمة جدا لجيشنا وهتكون مهمتك حمايتها وتاخد الضرايب مضاعفة. بيقول لجنوده أول حاجة هنصلح الجدران. وبيسأل جيرون هياخد الإصلاح قد إيه. فبيقول له 6 شهور نظرا لحالة المدينة. فبيقول له في شهر واحد نقدر نعملها. فبيقول له مستحيل. فبيرد عليه أكيد مش هنستخدم القوة البشرية بس. الخادم بيقول جواه البشر والشياطين بيتعاونوا ما شفتهاش قبل كده. دايما سيدي بيفاجئني. ده كمان قسم نوبات الشغل ل8 ساعات علشان يقدروا يشتغلوا 24 ساعة في اليوم وكمان بيرفع من معنوياتهم وبيكونوا مش قادرين يشيلوا صخرة كبيرة فبيجي ويساعدهم ويكسرها. وبس يا صديقي دي نكون نهاية الحلقة الأولى. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة وتفعل زر الجرس ويلا سلام.